لو نفسك تسافر بالموتوسيكل بتاعك وخايف، تعال اتفرج على الفيديو ده. انا ان شاء الله هروح من القاهره لاسكندريه وهنقلك التجربه بتاعتي كامله. بصراحه انا عملتها اكتر من مره قبل كده، ولكن كنا بنبقى اكتر من شخص، لكن لوحدي الموضوع بيبقى اصعب شويه علشان بيبقى فيه شويه خوف يعني. زي ما انت شايف كده، انا اتحركت بالليل ووصلت لحد الكيلو 150. بصراحة ما كانش في اي حاجة مضايقاني غير موضوع ان الجو كان ساقع، يعني ما كنتش متضايق من القعدة، ما كنتش تعبان، بس الجو ساقع وانا اتفاجئت. كنت نازل بتيشيرت بنص كم وطبعا نازل بالليل كمان، والصبح ده بيبقى اكتر جو ساقع اصلا حتى في الصيف، فده كان غباء مني. لكن يعني حتى الان انا مش تعبان. وللعلم برضو انا ماشي الموتوسيكل مريحه جدا، انا ماشي بالطريق 80 90 ما بزودش عن كده. الموتوسيكل بتاعي قادر يمشي 120 ما فيش مشكله، لكن انا هبقى بضغطه وبحمل على نفسي ريسك كبير جدا، لا قدر الله ممكن الموتوسيكل يعطل بيا في الطريق او يحصل اي اعطال فنيه. فعشان كده لازم تمشي كده على الهادي. يعني انا خدت المسافه دي مش في وقت كبير، انا التوتال السفريه كله معايا عامه خد 4 ساعات بالريست، بدخلت الحمام بكل حاجة، خد 4 ساعات، فده وقت حلو جدا جدا جدا، خصوصا لما تبقى ماشي في جو زي ده وماشي بسرعة 80 90، يعني انت بتجريش قوي، فكده حلو قوي يعني. مش سهلة قوي زي ما انا كنت متخيل يعني. الدنيا برضو متعبة، عايز اقول لك يعني جسمي جمد والله العظيم. انا دلوقتي بص كام كيلو، ايدك بقى والظهر. طبعا الموتوسيكلات الاقتصاديه بتاعتنا دي اصلا مش مريحه للسفر ده، ولكن احنا بنغامر. انا مش رايح شو او اللي هو بقى كمغامره بنسبه 100%. الفكره كلها ان انا اصلا رايح شغل الكام يوم دول، انا محتاج الموتوسيكل هناك في اسكندريه على ان الف بيه كتير. فبدل بقى ما اقعد اسال على اماكن واركب مواصلات واوبر وكريم والجو ده، فالافضل والاحسن ليا ان انا اروح بالموتوسيكل بتاعي. فحتى الان انا مش متضايق، يعني الدنيا زي الفل، الدنيا كويسه، لكن هنشوف بقى باقي الطريق وباقي المسافه دي هنعمل فيها ايه، فكونوا معنا بقى. وهنا بقى الحمد لله كنت خلاص وصلت للكيلو 70 وقربت على اسكندرية الحمد لله. الجو قلبة وحشة جدا جدا، يعني لسه ما ظهرتش هنا في الفيديو، بس قدام هتلاقي مطرة وطين ومية، الدنيا كانت خربانة، هدومي اتبهدلت والجو قلب معايا قلبة وحشة، وانا اصلا يعني لابس تيشيرت بنص كم خفيف جدا. فالموضوع بصراحة كموتوسيكل كطريق كبتاع انا ما اتضايقتش خالص، اللي ضايقني بس موضوع الجو اللي قلب ده. طبعا الصيانه مهمه جدا، قبل ما تمشي لازم تعمل صيانه وتشيك على موتوسيكلك كامل. هي كتجربه حلوه جدا، مفيش فيها اي مشكله، هتعمل صيانتك تظبط دنيتك تبقى متاكد ان الموتوسيكل بتاعك سليم. التجربه هتعجبك، بس طبعا الظروف الجويه اللي حصلت النهارده دي قفلتني، حتى ما قدرتش اكمل باقي تصوير الفيديو، لان للاسف الجو كان وحش جدا، انا كنت شايف حاجه الخوذه كلها ميه وطينه. فالحمد لله وصلت بالسلامه، وبصراحه كان الطريق ممتع والدنيا كانت حلوه جدا.